بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعمل أكلة الجدود. هذه مرقة اللفت كما نسميوها احنا لفتية. كانت مماتي أمي يرحمها تعملها بنينة على الآخر. عندي عليها برشا، فاشتهيتها باش نطيبها معاكم. خذيت ربطة متاع اللفت، ناخذوا ربطة متاع اللفت تكون فرشكة، واللفت ما يلزموش يكون مبوت ويكون حلو ويكون بنين وتوا وقته. باش ناخذ شوية ماكلة عروش متاع اللفت، وهذه معناتها حاجة راهي ضرورية. ناخذوا أكل عراف متاع اللفت اللي يكونوا اطريين ونقصهم بالطريقة هذه، أما ما نكثروش. وقت اللي تقصهم ويبدأ اللفت في وقته تشم ريحة اللفت كيما في الراس الأبيض هذاك. نقشروا الروس متاع اللفت متاعنا ونقسموهم على 4، ما يكونوش جويدين برشا وما يكونوش خشان، وباش نحطوهم في الماء. أنا الربطة هذيك خليت منها راس فقط. خذيت زوز روس بصل أخضر وراهو يبننها على الآخر، قصيتهم. ولهنا خذيت ما يقارب 4 ربطة متاع سلق، ما نكثروا لهاش من السلق كيف كيف، ماهيش مرقة خضرة. وباش ناخذوا عريفات متاع معدنوس ونمشيو لبيت العمليات ونحطوا شوية زيت زيتونة وشوية زيت نباتي ونقليو أكل بصلتين. يتقلل البصل شوية نزيدوا عليه اللحم ونقليو اللحم باش يسيب البنة متاعو في الزيت معك البصل، حكاية دقيقتين 3 باش نضيفوا الطماطم المعجونة. بالنسبة للطماطم حطيت مغرفتين طماطم باهين، وراهي الطنجرة ماهيش كبيرة برشا. بالنسبة للفتية راهي ما تجيش خفيفة، خاطر اللفت من بعد كيف تجي تاكل باش تلقى فيه كمية متاع ماء. الصوص متاعو تجي وسط، لاهي عاقدة برشا وخاثرة ولاهي جارية ماء. أكم غرفتين الطماطم هذوكم قليتهم مع اللحم والبصل مع ضرورة التحريك، ونخلي الطماطم متاعي تتقلى ونعس عليها بيان ايفيدامون. من بعد باش نزيد شوية ماء سخون، واللي يبنن اللفتية هو الحمص المنفخ. حطيت 70 جرام، خاصة كيف أكل حمص يتيب زبدة راو يعطيها بنة كبيرة، ما نحطوش فيها الفول، احنا نحطو كان الحمص المنفخ. لهنا زدت شوية ماء سخون وعاودت قليت مرة ثانية، ونقعدو نحركو كيف كيف قبل ما نزيدو الفلفل الشايح وتجي موزوزة شوية يا حبذا. وباش نزيد شوية فلفل الأحمر، نحل أكل الفحات هذيك. ومن بعد باش نمرق بكمية متاع ماء سخون ما يغملي اللحم هذاك، ونخلي اللحم والحمص يتيبوا. كمية الملح حطيت مغرفة صغيرة لا غير، راهو السلق يشد الملح وكيف كيف اللفت، فنردوا بالنا من كمية الملح سيرتو احنا من بعد باش نخليو الطنجرة متاعنا تنشح. وراهو كان جات مالحة ما تجيش بنينة. نغطي على الطنجرة متاعي ونخلي اللحم والحمص يتيبوا، وباش نمشي نحضر البطاطا متاع السلطة. هونية باش نقص البطاطا مكعبات، ما همشي جويدين برشا وما همشي خشان، وباش نخليهم في الماء. الحقيقة غسلتهم مرتين وحاولت نحي منهم كمية كبيرة متاع انشاء قبل ما نسقطرهم ونرجع لهم من بعد باش نصمتهم. بعد نص ساعة رجعت للطنجرة متاعي وزدت عروش اللفت اللي غسلتهم 3 مرات، وزدت ربع ربطة متاع السلق اللي غسلتها 3 مرات، وزدت تقريبا 3 مغارف كبار متاع معدنوس. راهو كان باش تكثروا السلق والمعدنوس باش تجيكم كايني مرقة خضرة، واحنا نحبوا المطعم متاع اللفت في الاخر، فما تكثروش من الحاجات هذوكم. نقعدوا نعسوا على الطنجرة متاعنا. بعد ساعة بالضبط الحمص لقيته طابلي زبدة واللحم على طياب تقريبا. باش نزيد لهنا اللفت اللي مقصوص على 4، وباش نغمه بالماء ونخليه يغلي 4 دراج.
بعد 4 دراج نرجعوا له ونتفقدوه. اللفت راهو ولو تري ياخو شوية وقت، 4 دراج نص ساعة. لهنا باش ننقص في الغاز وباش نزيد الفلفل الاخضر. حطيت هنية قرن متاع فلفل مسكي، نخليه يسيب الحرورة متاعه شوية ويتيب شوية ويذبل مع اضافة الفلفل الاكحل. ومن بعد باش نخرجه، وكان لقيت اللفت مازال ني نزيد نخليه في وسط الطنجرة، وهذاك موقع. بعد ما نحيت الفلفل زدت غليت الطنجرة متاعي درجين، وخذات لي 1.5 ساعة، واللفت طاب في نص ساعة. ما نطيبوش اللفت برشا للي يذوب ذوبان، يلزمو يبدا ظاهر راهو في وسط الصحن او ميم طون يبدا طايب زبدة. هذاك القوام متاع الصوص. واللفت تعرفوا طاب كيف تشوف الطرف متاع اللفت تبدا ترانسبارونت. لهنا باش نهز الطنجرة متاعي ونخليها ترتاح. وباش نعمل قرون فلفل مشويين. عندي فلفل مسكي 4 قرون تقريبا كبار باش نشويهم على الغاز فيت في. البطاطا متاع السلطة حطيتها تتصمت مع إضافة الملح ضروري. وعندي كعبات عظم من غاديكا في الكاسرولة لامينيو باش نحط لهم شوية ملح، هذا ما يسهل عملية تقشير العظم. وكنت سبق وقلت لكم المعلومة هذه. باش ناخو التن وباش نسقطرو من الزيت متاعو. السلطة هذه متاع البطاطا والفلفل مشوي من أبن ما تاكلو. وحاجة من الحاجات اللي تبننها على الاخر هي التن. بعد ما طابت لي البطاطا نحاول ما نطيبهاش على الاخر باش ما تجيش مرفسة وما تجيش معناتها ملكزة. هنا راهي طايبة، اما حاولت انها ما تطيبليش على الاخر. حطيت فوقها اكل فلفل مشوي اللي قشرته وقصيته مكعبات ما همش خشان، يبننها كيف كيف البصل الاخضر والمعدنوس حسب الرغبة متاعكم. باش نحط لها توا شوية تن اميتي باش معناتها نفتفتو كيف ما تراو. وباش نزيدها خوية متاع زيت زيتونة، الفلفل الاكحل والملح. فما شكون يحط فيها القارص، انا راني ما نحبش القارص في النوعية هذه متاع السلايد. نجمو نحطو فيها شوية هريسة حكة كيف ما نجمو ناكلوها بالمايونيز. راي تعجبني على الاخر بالهريسة والمايونيز. وساعات راني نحط الهريسة متاع الحكة ونخلط كيف ما هكايا. حطيت الفلفل الاكحل وزدتها شوية ملح. في الاول خلطت بالفرشات، حسيتها باش تتغفص خلطت بزوز مغارف، زينتها بالزيتون وزدتها شوية تن ومعدنوس من فوق مع كعب عظم مصموط. تنجموا تقصوا العظم وتخليوه في وسطها، انا حبيته من فوق. هذيك اللفتية متاعي بعد ما بردت يمشي معاها توسكي مملحات، فلفل برلعبيد، زيتون، فاريونت، فلفل مسير. راهو اكومبانيومون هايل للفتية وتجي بنينة. وكيف ما تشوفوا التصويرة تتكلم وحدها. جاي تزعبن يا اخي حصل. هنا جيت باش نوريكم الصحفة متاع السلطة من ألطاف الله ما تحتش، وكانت كسرت لي الصحفة متاع هميلة راني شنعتكم. هذه حاجة من كواليس التصوير. سوابعي بالزيت وك الزيتون اللي في الوسط تحت الحاسيل وشعرة لا جات فوق الواحد. وانا مازلت ما صورتش معناتها التصوير اللي باش نحطها لكم على الفيديو. فمن ألطاف الله تعديت سلامات. فطور جاي يشهي على الاخر. اون كونكلوزيون ما نكثروش الملح في الفتية، نبنوها بشوية عروش لفت يكون وكل عروش التريين نأكد ونعاودوا يتغسلوا مليح. الحمص يبننها كيف كيف على الاخر. والقوام متاع الصوص ما يكونش جاري كيف ما قلت لكم، خاطر اللفت راهو يشد الماء، ووقت اللي تعدي بالخبز راهو باش يسيب كمية متاع ماء، فالقوام متاع الصوص يكون خاطر شوية. إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.